السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. كل سنه وانتم طيبين. طبعا اليومين دول كله بيفرش لرمضان، وانا مروحه دلوقتي عشان ابدا معاكم الفرش واوريكم الديكورات اللي عندي. وهوريكم الحاجات الجديده اللي انا جايباها، فيلا بينا. طلعت هنا بقى ايه، كان عندي حاجات لرمضان السنه اللي فاتت، فدي كانت كسوه كوشن. فقلت بقى ان انا اكويها بقى عشان احضرها مع الجديد ان شاء الله، اوريها لكم وانا بفرش. بصوا يا جماعه، الدنيا غاليه. احنا عايزين نفرح برمضان، طلعوا الحاجات اللي عندكم، مش كتر حاجة، لان الله لا يحب المبذرين. وفي حاجات برضو تدوا كده لمسات كده، تفرحوا بيها بيوتكم، تجيبوا حاجات جديدة على قد الفلوس، وحاجات تبقى جميلة وتبقى برضو متناسقة. تشوفوا الحاجات اللي ناقصاكم تنزلوا تجيبوها، مش ما تهيبروش وخلاص، لان هي اسمه تبذير وبيبقى هيبرة والدنيا مش مستحملة. دخلت هنا على الركنة زي ما انتم شايفين، فقلت بقى ايه عشان افرش على نضيف. فشلت الفرشة اللي انتوا شفتوها دي. طبعا انتوا عارفين ان انا بحط دفايات اللي هي اللي زي البطاطين دي، وشلت الشلتة وقعدت انضف تحتيها طبعا، عشان ده اهم حاجة، لانه بيبقى بتشيل يعني حاجات. طبعا قلت لكم قبل كده ان علي بياكل لب، او بتلاقي برضو في زباله تحت الشلل. فجبت هنا برضو هنا بطانيه تانية لونها بني، بس طبعا التصوير مش جايبها، لونها زي كافيه. وجبت هنا شال صوف، هو ده اللي عندي عشان يبقى ماشي مع الانتريه دي، طالعه موضه. في ناس بتحط زي بطاطين كده صغيره، بس انا قلت ابقى شكل ديكوري كده. وبدات البس بقى. دي بقى كانت قصه كوشن جديده، فجبتها مع الكوشن اللي انتوا شايفينها دي في رمضان كريم، دي بتاعت السنه اللي فاتت، فقلت ان هي تبقى متناسقه. كنت عايزه اجيب الخياميه الحمراء، بس قلت لا، اغير شويه عشان ما تبقاش حاجه تقليديه وحاجه جديده، وعشان البنيات عندي تبقى ماشيه مع ركن البني عندي. فقولوا لي ايه رايكم. كمان فيها لون اصفر، فماشي، تحسوا ان هو اللون الاصفر كمان طلع ترندي، وحسيته جميل يعني، وماشي مع اللون اللي انا جايباه بتاع السنه اللي فاتت. فانا شفت الحاجات اللي ناقصه واشتريتها. دي برضو المفرش جديد، جايباه مع الكوشن، والفانوس ده برضو عندي من السنه اللي فاتت. وقلت بقى احط ديكوريشن كده ايه جنبيه كده، يدي شكل كده لمسه وحاجه كده بسيطه. هنا بقى رحت ناحية القسم بتاع السفرة. رحت ناحية السفرة بقى، وده الملمع ده ازاز، وبرضه ينفع خشب جميل جدا، اسمه بيكس زي ما انتوا شايفين. وقلت امسح بقى ايه، يعني الواحد يفرش على نظافة. وانا كده كده كنت منظفة تنظيفات عميقة، يعني في نص السنة، في اجازة نص السنة علشان رمضان. والمفارش اللي انتوا شايفينها طبعا انا طلعتها وهي اصلا مغسوله وكويتها، بس انا ما كنتش عايزه اطول عليكم الفيديو، وده انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت. وجبت الصينيه دي برضو كانت عندي السنه اللي فاتت، فقلت ليه ما احطوش زي ديكور، واقول لكم برضو ايه الحاجات اللي انا جبتها وانا بفرش. يعني حسيت النهارده طبعا دي زهريه الورد. وجبت بقى هنا مبخره اللي هي بتاعت الكعبه دي، بقى جديده، كنت جايباها برضو من عندنا. يعني جايباها ب60. فهي مبخرة، قلت بقى عشان تمشي بقى مع ايه ديكور بقى رمضاني، ويبقى جو رمضاني. الفانوس ده برضو من السنة اللي فاتت. فطلعت الحاجات اللي هي كانت عندي قديمة مع الحاجات الجديدة اللي هي البسيطة زي الكعبة دي، جديدة أنا جايباها السنة دي في 2023، وهي مبخرة لسه طبعا ترندي طالعة. ورحت ناحية البوفيه بقى عشان افرش المفرش برضو التاني، اللي هو انا كان برضو بتاع السنة اللي فاتت. فهو يا جماعة مش بهرجة، مش كتر يعني. انا بلاقي ناس يقعدوا يقولوا لا تعالوا شوفوا المفارش الجديدة اللي احنا جبناها. لا يا جماعة، انا ضد كده. اللي عنده الحاجة يطلعها يغسلها يكويها، اهم حاجة النظافة والشكل طبعا جميل زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم قولوا لي، وتحطوا لمسات بسيطة، تشوفوا ايه الحاجات اللي ناقصاكم وتكملوا عشان تفرحوا برضو ايه بيتكم، وتفرح ولادك. وده كان شمع جبته برضو جديد لسه، عشان طبعا انتوا عارفين ان الشمع ده طبعا الولاد بيقعدوا يلعبوا فيه فبيبوظ ما بيستحملش. بس هي فرحة. ودي القلة دي انا كنت عاملاها معاكم السنة اللي فاتت، دي انا عاملاها بايدي، كنت واخداها من والدتي يعني.
بس والفانوس اللي هناك ده برضو انا جايباه جديد، فقلت برضو يدي شكل عشان يمشي مع الديكور، لونه الديكور بتاع البوفيه. قولوا لي ايه رأيكم بقى في التنسيقات دي. لسه بقى هعمل الارفف، هتشوفوا دلوقتي الارفف فوق البوفيه. نزلت بقى الحاجة، قلت بقى برضو ألمع وافرش المفارش اللي انا كنت عاملاها معاكم السنة اللي فاتت. ويا جماعة زي ما انا قلت لكم، ما تبذروش، نطلع حاجتنا القديمة وننسقها، نغسلها ونكويها ونفرش حاجتنا ونفرح نفسنا، ونجيب برضو حاجات بسيطة علشان الدنيا غالية، فالدنيا مش مستحملة. الحاجة اللي عندك تحطيها وتكوني منظفة بيتك طبعا. مش عشان رمضان، واحنا الناس اللي بتتريق وتقول الناس اللي بتنظف لرمضان تنظيف رمضان. يا جماعة احنا بننظف التنظيفات العميقة لرمضان علشان نبقى فاضيين لصلاتنا وعباداتنا، هو ده الهدف، مش عشان خاطر حد يجينا او لا، لنفسكم، وعلشان كمان نتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فالناس اللي عمالة تتريق وتقول اصل اللي بينظفوا، اصل اللي بيعملوا اكل، لا، ده مش فضا. احنا بنخلص حاجتنا قبل رمضان علشان نبقى فاضيين لعبادتنا، ما نبقاش فاضيين بقى ان احنا عمالين ننظف ونشيل ونحط، وفي نفس الوقت برضو نزين بيوتنا باللي عندنا. ما عندناش ننزل نجيب الحاجة غالية، الدنيا مش مستحملة، الدنيا فوق طاقتنا واحنا في ايام دراسة والدنيا مش مستحملة كمان. ان انا كمان حتى التجار الله يسامحهم بيستغلوا موضوع المواسم، ويقعدوا يغلوا في الحاجة، وتلاقي الحاجة أصلا مش في الأيام العادية مش بالسعر اللي هما بيعملوه ده. هنا بقى كنت خلصت بقى من فوق والدنيا بقت تمام، فقلت بقى أشفط بقى كده على السريع. وكده خلصت الريسبشن، وبصراحة طلع بشكل ما كنتش متوقعاه في السيمبل والبساطة. بصراحة السنة دي أحسن من فرش السنة اللي فاتت، والحاجة تبقى سيمبل وجميلة وتفرحي بيتك وتفرحي عيالك. ورب يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واسيبكم بقى عشان تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات.